مشاهدي الكرام، مرحبا بكم دائما مع مطبخ فاطمة إسراء. نتمنى تكونوا على صحة جيدة إن شاء الله. الناس اللي جداد مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غتشوفوا معايا واحد الطاجين بالدجاج البلدي. بقاو معايا. وكالتالي عندنا الدجاج، طبعا الدجاج البلدي، عندنا التوابل، التحميرة، سكنجبير، الكمون، جوج دروس ديال الثومه، الزعفران، وخرقوم البلدي، وملحه، وعندنا 3 البصلات، عندنا الزيتون، عندنا الربيع وزيت الزيتون، وحبه ديال الطماطم، ونص حامضه مصيره. الطريقه هي كنتبلو الدجاج ديالنا بالثوم اللي حكيناها في الحكاكه الرقيقه. من بعد كنضيفوا الربيع نصف القياس اللي عندنا، كنزيدوا التوابل. هنا الزعفران الحر رقدته في نص الكاس ديال الماء باش يطلق لينا. هنا درت غير التوابل الاخرى، كنزيد داك الماء اللي رقدت فيه الزعفران. من بعد كنخلط كلشي، كنضيف الربع ديال هاد الحامضه، ما كنضيفش النص كامل باش ما تجيناش حامضه بزاف. كنضيفوا غير اللب ديال الحامضه، كنحيدوا ليه طبعا دوك الحبيبات اللي تيكونوا في الداخل. كنضيفوا غير اللب، والقشره كنحتفظوا بها حيت غنستعملوها من بعد بالطريقه. وكنخلط كل شيء حتى يتجانس لينا الخليط مع الدجاج باش يشرب لينا الدجاج هذا الخليط مزيان. مهم كنخليوه واحد نصف ساعه تقريبا يتشرب لينا هذا الماء. من بعد ما كدوز نصف ساعه كنديرو في الطاجين، كنديرو الدجاج والماء ديالو في الطاجين. من بعد كنضيفو بصله كامله، كنقطعوها قطع صغيره او شرائح رقيقه. بهذه الطريقه كنضيفوا زيت العود، يعني زيت البلديه، كنضيفوا تقريبا 3 المعالق كبار. كنديروا فوق العافيه تكون ما تكونش مهيله بزاف باش يتشرب لينا داك الماء اللي في الطاجين. من بعد ما كي يطيب يعني واحد شويه، كنضيفوا نص حبه ديال مطيشه، يعني تشرب داك الماء شويه، بقى فيه غير شويه، وبدا كيتحمر لينا داك الدجاج. كنخليوه حتى كيتشرب الماء ديالو مزيان. في هاد الاثناء كنقطعوا البصله اللي بقات لينا، يعني 2 بصلات كنقطعهم الى شرائح رقيقه باش هكا طيب لينا دغيا، لحقاش الدجاج ديالنا راه قريب يطيب، ما بقى ليه والو.
في ملي كنكملوا التقطيع ديال البصله كنضيفوها للطاجين. الطاجين كيف كتشوفوا راه تشرب داك الماء كله، يعني بقى غير بقات المرقه خاتره. علاش درنا هاد مطيشه؟ باش كتجينا المرقه خاتره وزوينه. في هاد الاثناء كنضيفوا البصله، كنوزعوها على الطاجين كامل بهاد الطريقه. ملي كيتشرب لينا البنات هاد الطاجين داك الماء كنقصوا عليه. المهم تكون العافيه مهيله بزاف باش ما يتلصقش لينا الطاجين، يعني الدجاج ديالنا ما يلصقش لينا في الطاجين. كنضيفوا شرائح ديال الطماطم الفوق. يمكن لكم هنا اللي بغى الطاجين يكون حلو يضيف الزبيب بلاصه مطيشه، ويكون الزبيب مرقد طبعا، ويضيف ليه القرفه. انا هنا اكتفيت بمطيشه، بغيتو ما كيعجبني الصراحه حلو، كيعجبني يكون مالح. كنضيف الزيتون اخضر. من بعد كنضيف الربيع فوق كنديرو فوق مطيشه بهذه الطريقه. المهم هنا كيبقى على حسب الرغبه كل واحد واش كيبغي في الطاجين ديالو. انا هكا كيعجبني. المهم دوك شرائح ديال ديك الحامضه مصيره القشره ديالها انا كنديرها فوق الطاجين، كتعطيني ديك نسمه زوينه، الريحه زوينه في الطاجين. كنضيف واحد الفلفله ونص الكاس ديال الماء. هاد نص الكاس ديال الماء يقدر يكفي الطاجين حتى يطيب، ولكن انا نقصت العافيه كتكون مهيله بزاف. كنضيف فلفله حاره، كيبقى اختياري كل واحد واش نتيعجبو. كنخليو الطاجين ديالنا حتى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. الطاجين ديالنا من بعد ما طاب كما كتشوفوا في الصوره. المهم نقول لكم راه لما زدت مازال واحد شويه، حيتاش قلت لكم يقدر يكفيني داك النص ديال الكاس، ولكن زدت واحد شويه تقريبا. هنا رافقته بهاد الخبز ديال المقله. ان شاء الله في فيديو جديد نحضر معكم الطريقه اللي كنديروا به. نتمنى الطاجين ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش بالدعم والاشتراك والتعليق. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.